زمان وانا صغيره كنت بتعب كتير، واوقات كان قلبي بيتعب، مش بقدر اخد نفسي، لدرجه ان اوقات كنت ابقى ماشي عادي وفجاه يلاقوني وقعت ومش قادره اتنفس. وماما لما خدت بالها راحت تكشف عليا عند الدكتور، وعرفنا يومها ان قلبي فيه مشكله ولازم اعمل عمليه في القلب، والعمليه دي لازم اعملها وانا صغير، ولو كبرت قبل ما اعملها هيكون في خطر وممكن عضله القلب تقف في اي لحظه. وطبعا اهلي عملوا لي العمليه من غير تفكير كتير، بس ان المشكله ان العمليه دي كانت سايبه اثر في جسمي، وبالتحديد في مكان العمليه، فاكيد فهمتوا انا قصدي فين. ومن وانا صغيره متعوده على شكل جسمي، وعارفه ان مش اي حد هيقدر يستحمل شكل الخياطه بتاع العمليه. ولما كبرت وجالي عريس زي باقي البنات عشان يتجوزني، كنت واخده قرار ان هقول له على موضوع العمليه قبل ما نتجوز، ولازم يبقى عارف ان اثر العمليه لسه موجود ولسه اثر الخياطه باقي، وده هيخلي شكلي مختلف عن اي واحده طبيعيه. وبعد ما اتخطبت بفتره كده رحت قلت لخطيبي على الموضوع ده، بس انا اتفاجئت من رد فعل، لانه لما عرف الموضوع قال لي هاخد شويه وقت مع نفسي، وفجاه تليفونه بقى غير متاح. فهمت وقتها انه مش هيتقبل الموضوع وهيشوف واحده تكون طبيعيه، وما كانش عندي مشكله. وكمان قررت من نفسي كده ان هاخد الذهب بتاع خطيبي وهروح له البيت ارجعه له، وهقول له كل شيء اسمه نصيب، عشان ممكن يبقى محرج يقولها لي هو. ولما رحت مامته اللي فتحت وقعدنا نتكلم انا وهي، وخطيبي وقتها كان لسه في الشغل ما رجعش، فلقيت مامته بتحكي لي حاجه غريبه قوي، وبتقول لي ان بعد ما خلفت ابنها الوحيد اللي هو المفروض خطيبي، يعني ربنا ما رزقهاش بخلفه تانية غير بعد 5 سنين، وجابت وقتها بنت زي القمر، لكن للاسف اكتشفوا ان عندها عيب في القلب، ودخلوا بيها على المستشفى والدكاتره، والبنت دي كانت روحهم بمعنى الكلمه. وخطيبي اللي هو المفروض اخوها كانت روحه فيها وبيحبها قوي، وهو اكتر واحد اتضايق عشان، لدرجه ان جات له حاله نفسيه وهو لسه طفل. والبنت دي في النهايه ما استحملتش العمليه دي كلها وماتت وهي لسه كام شهر. ساعتها انا ما لقيتش حاجه اقولها غير ان ربنا ليه حكمه من اللي حصل ده، واتجرأت وقلت لام خطيبي على قصته، ووريتها مكان العمليه بتاعتي. لقيتها فجاه سكتت وعينيها بدات تدم، وراحت حضناني لدرجه ان حسيت انها هتكسرني في الحضن ده. وساعتها بقى قلت لها عن السبب اللي كنت جاي عشان. قالت لي من غير ما تقولي انا ابني مش بيخبي عليا حاجه، وحكى لي على اللي حصل، بس هو افتكر اخته الله يرحمه، وقال لي ان انت بتفكري بيه وهتخليه دايما فاكرها وبيدعي لها. انا ساعتها ما تخيلتش ان السبب اللي كنت فاكره انه هيبعدنا عن بعض يطلع هو اللي هيربطنا ببعض اصلا. ودلوقتي احنا متجوزين ومعانا يوسف وفريد، ربنا يبارك في صحته. وجوزي بصراحه عمره في يوم ما بص لواحده غير، وبرضه عمره في يوم ما نسي يدعي له.